بابا مرة ثانية تحياتي لكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير من المكان اللي أنا مش عارف هو فين بصراحة. ده الخريان الكريه، كتاب المسلمين المقدس. سورة إيه دي؟ سورة المؤمنون والذين يأتون مش عارف إيه والكلام ده. وطبعا ده من المملكة العربية السعودية من بلاد النبي أبو ذرطة. ده طبعا تضامن مع الأخ البطل سلمان موميكا، ومع كل اللي يعرفوا خطورة هذا الكتاب الداعش الإرهابي الذي ينبغي أن يوضع تحت الأقدام ويتضرب بالشحاطات وبالجزم القديمة. فده طبعا تضامن، وكل الزعاطيط الساعة سلم اللي قعدوا يتمرطوا على السويد عشان دولة بتكفل حرية التعبير وما إلى ذلك. طبعا بالنسبة اللي عمله الرئيس الروسي إن هو احتضن القرآن في داغستان، ما هو إلا سياسة عشان يضمن ولاء المسلمين الروس اللي بيحاربوا بصفوفهم بأوكرانيا، ولا ليه علاقة لا بالأرثوذكسية ولا بأي شيء، والكثيرين من الروس يرفضوا ده. فالكتاب القذر ده هو اللي دمر مجتمعاتنا وخرب أوطاننا. فهذا الكتاب الداعش الإرهابي، الكتاب ده مكانه تحت الشحاطات يوضع. لا استنى، ده مكان الكتاب، هو ده مكانه، وطبعا ليس تلاقوا اي مكانه ثانيه. ده كتاب دين محمد، سورة ايه دي؟ استنى كده. سورة الانبياء. وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا بطيخ ولا واحد اثنين ونص ثلاثة. هو 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 هي 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 يا مبيشة. تحياتي ليكم ودمتم في رعاية الله. كان معكم سيد أبو مصطفى، محارب الله ورسوله وداعس على أمة محمد كلها. ونلتقي في فيديو آخر. أحب طبعا مراعاة لمشاعر المسلمين عشان إحنا في العيد وكده. شمبانيا لذة للشاربين. حلوة صلاتك. نحط شوية على كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ده تطبيقا لقول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في آية تانية بس ثواني استحضرها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم لعلهم يشربون. ندي شوية تاني لكتاب الله. ده مكانة القرآن الحقيقية وليست له أي كرامة. كتاب داعشي إرهابي جاء إلينا من شبه جزيرة المعيز حتى يفرض علينا قوانين عربية متخلفة من 1400 سنة ويخلينا نعيش بيها في القرن ال21. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم في رعاية الله. كان معكم سعيد أبو مصطفى، مكافح الإسلام ومحارب الله ورسوله، وشكرا.